تفضل يا مولانا. أطفالنا حبايبنا، تكلمت عن الصداقة، تكلمت عن الأخوة، ودائما نقول الصديق من صدقك لا من صدقك. يعني الأمان، يعني النصيحة دون أي مصلحة، دون أي منفعة. وربما أخو لم تلده أمه، ممكن ساعات الصديق يكون أقرب من أخوه. الصديق الصدوق اللي يهمه مصلحتك قبل مصلحتك، اللي يفكر فيك قبل لا تفكر فيه، هذا يسموه الوفاء، هذا يسموه الأمان. في بعض الأصدقاء ما نستطيع أن نكرمه ولا نستطيع أن نقدم له أي شيء من جمايلهم، من حبهم، من إخلاصهم. دائما في الأصدقاء كمان يوم القيامة لما واحد يقول يوم الحساب يجي داخل الجنة، يجي يقول رب العزة أدخل الجنة، يقولوا لا ما، يقولوا ليه؟ يقولوا كان لي أخي في الدنيا أين هو؟ يقول راح بالعذاب وبالنار، يقول لا أبقى صديقي، والله سبحانه وتعالى يخرجه من النار إلى الجنة عشان الصداقة. إذا كانت في الدنيا صداقة دون مصلحة، صداقة دون أي شيء. اليوم أنا عاجز عن تكريم وأنا عاجز عن تقديم أي شيء، والأول مرة أحس في حياتي إني أعمل عمل أحس إنه أكبر مني بكثير وما أوفيه حقه. أستاذ هاني، أنا دائما أذكركم إن الأخوة في الدنيا تؤدي إلى الجنة في الآخرة. الأخوة في الدنيا تؤدي إلى الجنة في الآخرة، لأنه صديقك إذا صادقك في الدنيا دون مصلحة هو في الآخرة ينجيك من عذاب الله. نحن الآن نتكلم عن شخصية بكل المقاييس، ليس بإنسان طبيعي، لا في خلقه ولا في أخلاقه ولا في شكله ولا في أسلوبه ولا في سعة قلبه ولا في حنانه ولا في أمانته. رأت عيني وأنا تجاوزت من العمر 58 سنة. عدوا علي ناس كثير، عدى علي هاني أبو سعود أخويا وحبيبي، سمير اليامي أخويا وحبيبي، وكلهم أعزاء على راسي. لكن الشخصية دي بالذات 4 سنوات ما يوم اتصدموا في آخر الليل، حتى عليه نص الواحد 2:30 3 يطلب مني الشغلة اللي فيها 2:30 3 هو عنده يوم الساعة 6:30 يرد ويتكلم حتى ما يجرح. شوفوا قوة الصداقة. يا ريت هاني نقدم هذه الشخصية بطريقتك الحلوة. والله شوف يا عمودين، يمكن انا هذا يعني شخصيا ما عرفت يمكن غير من فتره بسيطه، وما اعرف اتكلم عنه كثير مره، لكن انا اعرف انه جمهور واطفال البارون لما يشعروا انه في انسان او شخص او شخصيه ايجابيه ايش يسووا لها؟ يصفقوا لها تحيه كبيره، صح؟ لا 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 تحرجوني. انا ابغاكم لحظه، انا ابغاكم تسمعوني تحيه كبيره للاستاذ حسين حجي الناظري. نسمع له اكبر 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 تحيه. فين؟ ايش الحساب اللي يقول له جالس الان؟ ها قول الزيمه في ايش بالتحديد؟ يا شيخ تعال انصر دينك، تعال يستاهل جاهز. والله لك جمهور والله وليد. كيف حالك؟ طيب تعال سلم. يا هاني احب اضيف معلومه انه الاستاذ حسين جاء مخصوص عشان الفاعليه حقت الرسم. طيب من الاحساس متطوع مجتهد. مذيع نتعرف على الفائز الاول معي اليوم، اسمك؟ جاسر.
جاسر؟ والله لو جمهور والله جاسر. شجع الاتحاد شكلك. لا ما صدق. ولا لك الكورة؟ أحسن أحسن. جاسر هدية من الأستاذ حسين تفضل. سمعوني تحية لجاسر. أوه صور سناب. يلا صور سناب. والله مشهور والله يا جاسر. يعطيك العافية. اوكي كابتن وديع استاذ حسين ابو عبد الرحمن ابى انه تعدي هذه الليله وانت في وسط اخوانك واهلك وناسك في جده وبالذات مع هذا الرجل ما اعرف شو انا اقول له اخويا كبير ابو عبد الرحمن. تفضل كابتن وديع اعطيني المايك ده لو سمحت. هذه هديه من الكابتن وديع بناجه للاستاذ حسين الناظري. نسمع له اكبر تحيه للاستاذ حسين. ممكن ناخذ صوره؟ انا في انتظار هذه اللحظه. وليد زوم كاميرا على الاستاذ حسين لو سمحت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اقف بينكم ابنائي وانا عاجز عن تقديم الشكر للاستاذ وديع والفريق القائم على هذه الفعاليه. التكريم اللي حصلت عليه انا الان هذا يقعني في حرج جدا ويتطلب مني اني ابذل اكثر جهد بان احنا نحاول اقامه مثل هذه الفعاليات والمناسبات، ومهما قدمنا لكم كابنائنا فهو قليل. شكرا لك استاذ وديع وشكرا للقائمين على هذه المناسبه. يعطيك العافيه.